ونوجدوا مع بعضياتنا هاد الوصفة هادي اولا هاد المملحة اللي كتجي اكثر من رائعة. ما تحتاجي فيها لا ورقة البسطيلة ولا ورقة الفيلو. وعلى بركة الله غادي نحتاجو الخمسة ديال الكيسان ديال الفرينة اولا الدقيق الابيض. بطبيعة الحال من الافضل يكون نوعية جيدة وضروري ما تغربلوه. غادي نحتاجو للملح، عندي هنايا 7 غرام ديال الخمارة. غادي نحتاج ايضا الجوج معالق كبار ديال الزيت، وغادي نحتاج واحد المعلقة ديال السكر سنيدة. صافي وغادي نجمع بالماء ديال الصنبور، يعني الماء اللي كيكون بارد. انا هنا غادي نعجنها في البيتران. بطبيعه الحال تقدروا تعجنوها غير باليدين، اهم حاجه تكون مخدومه اولا مدلوكه مزيان. بالنسبه للعجين كيكون مجموع مزيان، ما كيكونش يتلصق في اليدين. من بعد ما قسمت العجين كما كتشوفوا معايا الكويرات متساويه الحجم، كندهنهم هكذا بالزيت باش ما يديروش ديك القشره، ومن بعد غادي نغطيهم بالسلوفان. غادي نخليهم يرتاحوا تقريبا 30 دقيقه، يعني نص ساعه هكذا باش يجيونا يعني ساهلين في التوراق. غادي نخليهم يرتاحوا كما قلت لكم، وغادي نوجدوا هنايا الحشوه. غادي نحتاج لواحد زوج حبات ديال البصله مشلضين اولا مقطعين مزيان، وغادي نحتاج لواحد الكميه معقوله ديال لادان. تقدروا ديروا الكفته، تقدروا ديروا الدجاج، المهم نتوما وداكشي اللي كيكون عندكم في الدار. بالنسبه للتقطاع انا قطعت هنايا القطع على شكل طولي لانني كنت بغيت ندير الشاورما، وفي اخر لحظه يعني بدلت الراي ديالي. نتوما قطعوا لادان يعني قطع صغيره. بالنسبه للعطريه درت معلقه صغيره معمره من الكمون، معلقه صغيره معمره من الثوم بودره، ومعلقه صغيره معمره من القزبر مجفف، نص معلقه ديال الخرقوم، نص معلقه ديال السكنجبير، 4 معالق من الفلفله، نص معلقه ديال التحميره، و4 معالق ديال الكوزه. وغادي نبدا اخواتي بالكره الاولى اللي كتكون ارتاحت مزيان. هنا عندي الزيت وهنايا عندي الزبده المذابه. صافي غادي نبدا كنورق بالزيت كما كتشوفوا معايا. ما تستعملوش الزبده نهائيا في التوراق باش المسمن ديالكم ما يتقطعش، غير الزيت صافي. ونبدا كنورق كما كتشوفوا معايا، كنورق مزيان حتى يبان السطح ديال العمل هكذا، باش المملحه كتجيكم يعني مقرمشه، وال يعني الطيات اللي كيكونوا لداخل ما كيكونوش غلاظ، باش يوصلهم الطياب وكما قلت لكم يجيوكم مقرمشين حتى من الداخل. من بعد ما سرحتها مزيان كما كتشوفوا معايا غادي ندهن هنايا بالزبده المذابه. الا كانت عندكم الزبده ديال البواطه فيها يعني الزبده فيها الحليب، بطبيعه الحال غادي ديروها فوق من البوطه حتى يتبخر داك الحليب ومن بعد تستعملوها. ومن بعد اخواتي ما نطوي، بطبيعه الحال دائما كندير الزبده، يعني في كل طيه كندير القليل من الزبده. وكما شفتوا معايا عوض ما ندير يعني زوج مسمنات يعني وحده في وحده، اختاريت انني ندير معكم هذه الطريقه هذه ديال الطي.
يعني باش نديرو غير مسمنه وحده. الا درتو يعني الطي ديال المسمن العادي اللي موالفين كنديرو، فبطبيعه الحال غادي تحتاجوا لجوج مسمنات باش نديرو وحده، يعني مسمنه في مسمنه وحده اخرى. انا كنفضل هاد الطريقه كما كتشوفوا معايا، كنطوي على جوج وكندهن بالزبده وكنولي عاوتاني كنطوي بهاد الطريقه هادي، عاوتاني كندهن بالقليل من الزبده، ومن بعد كنطوي هنايا كما كتشوفوا معايا الجوانب ونولي عاوتاني نطوي. وكما شفتوا معايا من بعد ما ورقت بالزيت، يعني كنسرح العجينه بالزيت، ما نستعملش الزبده نهائيا باش ما يتقطعش معايا العجين. كنسرحو كما كتشوفوا معايا، كندهن بالزبده، كنطوي على زوج، عاوتاني كندهن بالزبده ونولي نطوي كما كتشوفوا معايا، وعاوتاني كندهن بالزبده وكنطوي على زوج ونولي عاوتاني نطوي مره اخرى. طريقه جد بسيطه ولكن كتعطي واحد النتيجه زوينه بزاف. غادي نكمل الكميه اللي عندي اخواتي وغادي نشوفوا الخطوه اللي غادي تجي من مور التوراق. وهنا اخواتي غادي نوجد باش غادي ندهن المملحه ديالي اولا المملحات. عندي هنايا حبه ديال البيض وغادي نضيف لها واحد المعلقه كبيره حتى لجوج معالق ديال الحليب صافي، وغادي نخلط مزيان. وغادي نحتاجو هنايا القليل من الجنجلان، بطبيعه الحال ما يكونش محمر لان غادي ندخلوه للفران وغادي يتحمر. وبالنسبه للحشوه اخواتي ضروري ما تخليوها فوق البوطه حتى تنشف مزيان. غادي نجيب المسمنه الاولى كما كتشوفوا معايا، من فيها الزبده كتجيكم شويه قاصحه، ولكن راها يعني اون فوا ديروا فيها اليدين ديالكم صافي كتبدا كتسرح بكل سهوله. وهنا اخواتي بطبيعه الحال راني خليت الحشوه بردت مزيان ما تستعملوهاش وهي سخونه نهائيا، غادي تقطع معكم العجين. وهنا في هذه المرحله كنسرح يعني المسمنه مزيان ما نخليهاش غليظه باش تعطيكم النتيجه زوينه. انا هنايا غادي نقسم غير على زوج، الا كنتو باغيين الحجم ديالهم يكون صغير فبطبيعه الحال تقدروا تقسموا المسمنه على 3 صافي. وغادي نبدا كندير في الحشوه كما قلت لكم ملي كتكون بارده، ما كتكونش الحشوه يعني سخونه نهائيا. وهنا غادي ندير شويه ديال الفرماج كما كتشوفوا معايا وغادي نبدا نطوي. بالنسبه للعجين اللي خدمت به شوفوا معايا كله بواوق، هادشي كيدل على انه يعني مخدوم مزيان، يعني مدلوك مزيان. وهذه راها اهم خطوه اخواتي باش ينجح معاكم، باش تنجح معاكم المملحه او اللي ينجحوا معاكم هاد النوع ديال المملحات. ضروري من العجينه
تكون مخدومه او لا مدلوكه مزيان. صافي غادي نكمل اخواتي. هنايا غادي نبدا كنسرح في المسمنه، نقسمها على جوج كما كتشوفوا معايا، ومن بعد كنعمر وندير واحد القطعه ديال الفرماج صافي، وكنبدا كنلوي بكل سوء. في هذه المرحله اخواتي الفران راني شعلته على 230 درجه من التحت ومن الفوق. بالنسبه للطريقه ديال الطياب راها مهمه بزاف باش ينجحوا معاكم. كتدخلوا يعني لهذا النوع ديال المملحه الفران اللي كيكون سخون مزيان من قبل وكيكون على درجه حراره مرتفعه. انا غادي ندخلهم يطيبوا على درجه حراره 130 درجه. نخليهم تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى يتحمروا من الفوق. نطفي لهم من الفوق ونخليهم يكملوا الطياب ديالهم من التحت على 165 او 160 درجه باش اخواتي يجيوكم مورقين. ضروري من الفران يكون سخون من قبل، وضروري ما تدخلوهم للفران اللي كتكون درجه الحراره ديالو مرتفعه. كما قلت لكم يعني واحد 6 حتى 10 ديال الدقائق، ومن بعد عاد يعني تنقصوا الفران حتى يكونوا تحمروا من الفوق. وهنا في اخر مرحله غادي ندهن بالبيض اللي خلطته مع 2 ديال المعالق ديال الحليب. هنا غادي ندهن وغادي نزين بحبات ديال السمسم اولا جنجلان، وغادي ندخلهم مباشره للفران. انا عندي الفران ديال الرياحه، غادي نستعملها باش توزع لي درجه الحراره. بالنسبه لهاد العجينه يعني خرجت لي 13 قطعه. وهنا مباشره من بعد ما خرجتهم من الفران كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيتجي العجينه مورقه لواحد الدرجه صراحه من اروع ما يكون.